هلا والله، معاكم داي. الفايت الأعظم، الفايت والمواجهة اللي كل الناس عم تستناها. ما بعرف بصراحة مين كل هاي الناس اللي عم تستنى هيك مواجهة. يمكن نكون بس أنا وأنس الشايب اللي متحمسين للموضوع. anyways، الله كيف بس الانجليزي، حبيت اورجيكم شوي من ثقافتي الانجليزيه. المهم انه اعظم ملاكمه بين شخصيتين صارت قبل كم يوم، وكميه الحماس مو طبيعي. يا حبيبي مين كونر ماكريغو وحبيب، والفايت السيء اللي صار بيناتهم. يا حبيبي حبيب وكونر ماكريغو ولا شيء قدام هدول الاثنين، الله يسامحنا بس على الكذب. بس بعد شوي راح اورجيكم كيف الفلوس بتخلي الشخص يطلع بصوره غبيه جدا جدا غبيه. فايت موفلوغز وشيرو بيوتي. عشان اكون معكم صريح، شيرو بيوتي ما كنت بعرفه لولا اخته حرفيا. طبعا ما قصدي اي اهانه، لا، بس حرفيا ما كنت بعرفه لو ما كانت اخته مشهوره يعني. واتوقع في كتير ناس مثلي كمان. يعني حرفيا هذا الشخص لو سالوه كيف انشهرت راح يكون الجواب اختي. المهم ما علينا. طبعا عشان تشوفوا كيف انه الموضوع جد وما فيه اي مزح ولا اي تمثيل ابدا، بدي من كل واحد فيكم ينزل ويكتب توقعه وين تدرب موفلوغز. كتبت توقعك؟ طيب، موفلوغز سافر من دبي لرومانيا عشان يقابل اندرو تيت ويتدرب عنده. يا ساتر، يعني موفلوغز مو ناوي على الخير ابدا، ناوي ينزل على الفايت وعلى الحلبة يلطم شيرو ويطلع. لا، ويعني ما راح تدرب مثلا عند الاسطورة انس الشايب، ولا راح عند اي مدرب ملاكمة تاني، لا، راح لعند اندرو تيت بطل العالم بالملاكمة 4 مرات. يا ساتر، باين انه ناوي يقضي على شيرو. وطبعا شيرو بيوتي وين تدرب ما حدا بيعرف صراحة. انا حرفيا ما بعرف وما بحس بالموضوع، لانه يعني الفايت كله تمثيل، وراح اورجيكم بعد شوي. المهم خلونا نشوف مقطع من تدريب موفلوغز عند اندرو تيت. Okay. يا اخي حرفيا الشيء اللي مخلي المقطع انه ما يكون كرنج هو اندرو تيت، بس ما في اي شيء ثاني بالمقطع مو كرنج. يا اخي هي اول مره بشوف اندرو تيت عم بيمثل بهذا الشكل. يعني بالله شوفوا كيف اندرو تيت عم يسلك تسليك واضح، اقسم بالله انه واضح عم بيسلك له تسليك لموفلوغز. Amazing. Tate took it super easy on me, and I think I'm finally ready for the fight. يا اخي بتحس اندرو تيت اخذ فلوس ولا مصاري من موفلوغز وبده بس يمشي الليله. يعني يلا ها خذ هذا البوكس، هات لك 50,000، خذ هذا البوكس هات لك 100,000. حرفيا هيك صار الموضوع. يعني حتى التعليمات الاساسيه مثلا كيف يوقف وكيف يضرب وكيف يحمي جسمه، حرفيا اندرو تيت معلمه اياها. حرفيا شوفوا كيف قاعد عم بتلطم الرجال. شوفوا كيف واقف وبده يهجم على اندرو تيت، يعني لا وقفه صح ولا تكتيك صح ولا اي شيء من الاشياء اللي عم بيسويها موفلوغز صح. خلينا بالله نكمل مقطع التدريب. يا اخي يا اخي اول مره بشوف شخص بيدفع فلوس عشان ينضرب. حرفيا خلص بكفي لهون. خلونا نشوف بالله الفايت بين موفلوغز وشيرو. Movlog's got a reaction recently before the fight. Oh wow! Nice uppercut from Movlogs. Movlog's also trained with Andrew Tate in Romania recently. Yeah, we saw footage of that on his Instagram page, and he was kind of flaunting it. 2 minutes. Oh, he caught him. He caught him. يا اخي ليش حدا يفهمني؟ يعني اوكي الفايت كله تمثيل ما اختلفنا، بس ليش حتى التمثيل يكون سيء؟ يعني على الاقل اضربوا زي الناس يا اخي، اضربوا زي العالم والخلق، مثلوا منيح، بس هذا اقل شيء مطلوب منكم. بعدين موفلوغز شو هاي الحركات؟ لا تقول لي هذا اللي تعلمته عند اندرو تيت. There it is again. There's that body shot. Turns his head. Don't do that. And he's giving his back to his opponent, which is a big no-no. لا يا اخي شيرو، يعني ليش حتى تدير ظهرك؟ يعني اكبر غلط ممكن تسويه بالملاكمه هو انك تدير ظهرك. يعني انا توقعت يكون سيء وتوقعت انه يكون تمثيل، بس مو لهي الدرجه. بعدين صح، وين الجمهور؟ بتحس الاصوات هاي اللي عم تطلع كلها ساوند افكت، يعني ما في اي شيء صحيح كله تمثيل حرفيا. معلش يعني نسيت انه ما في جمهور غير انا ويمكن هنودي اوسم أنس الشايب. يمكن نحن الوحيدين اللي كنا متحمسين للفايت. طبعا بالنهاية اللي فاز بالفايت هو موفلوغز، واضح التمثيل يعني. He's right, like is that going to cause it? That's going to He call it. stopped Yeah. it. He stopped it. I mean, he's saved by the ref, and rightfully so. I don't think you were going to see much from Shero after that one. And there it is, ladies and gentlemen. Movlogs wins by technical knockout. واتوقع شفتوا ليش فاز. يعني هي بالنهايه اللي بدفع اكثر هو الفايز. هاي هي من الاخر. يعني حرفيا لو دخلوا بنتين يتضربوا بالحلبه كانوا ضربوا بعض اكثر من موفلوغز وشيرو بيوتي. وعشان الناس ما تفكر اني انا قاعد عم بتفلسف واني انا واو بطل العالم بالملاكمه، لا يا حبيبي، انا كمان فاشل بالملاكمه. يعني يمكن تدربت مره او مرتين بحياتي كلها، وما عمري اساسا دخلت لحلبه ملاكمه. بس بالنهايه ما اتوقع اني ادخل حلبه ملاكمه وازل حالي نفس ما هن عملوا. يعني
طبعا الا اذا كان في فلوس، واذا كان في بالموضوع فلوس فهذا شيء ثاني. طبعا مو فلوكس لو حابب اي حدا هيك تتفايت معاه وتدخل شويه فلوس فانا جاهز، يعني كلمني وما عليك الموضوع عندي. يا اخي حرفيا حاب احكي شيء اخير قبل ما انهي المقطع. يعني انا كنت مفكر انه KSI ولوغان بول واخوه الثاني هم اسوأ ملاكمين شفتن، وهن داخلين على الملاكمه بس هيك، يعني داخلين على الملاكمه، هم ما لهم اي علاقه بالملاكمه، يعني داخلين بس يهايطوا ويجيبوا مشاهدات وفلوس ويطلعوا. بس لا يا اخي انا حرفيا شكلي شفت الاسوأ. على الاقل KSI ولوغان بول والتانيين رياضيين، هن طبعا رياضيين تمام، ولما كانوا يدخلوا الحلبه اوكي يمكن كانوا يمثلوا، ولكن كان تمثيل صح يا اخي، كانوا يضربوا بعض ضرب، يعني ما كان تمثيل سيء لهي الدرجه. على العموم هون بنكون وصلنا معاكم لنهايه المقطع. وصح قبل ما انسى، هاي اجمل تعليقات من اخر مقطع، فلو حابب تطلع بالمقطع اللي بعده اكتب اي تعليق جميل مثلك. وشكرا لكل شخص سأل عني واهتم لصحتي بما اني كنت مريض باخر مقطع. وبس والله بتمنى انك ما تنسى تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان لما نزل مقطع جديد يوصلك اشعار، وتحط لايك وتعليق عشان يوصل هذا المقطع لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. وبس والله لا تنسى تتابع حسابي على الانستغرام، بتلاقيه تحت بالوصف، بنزل فيه اشياء رهيبه هنيك. كان معكم داي، سلام. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.